السلام عليكم خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ ومع فيديو جديد ان شاء الله يا ربي يلقاكم في احسن الاحوال. ومرحبا بكم دائما في قناتكم شيوات وابداع هجر، وضمن سلسله حلويات العيد. اليوم غادي نشارك معكم معشوقه الجماهير حلوه الزمن الجميل، حلوه البوق او بشكيطو ديال البوق. كتجي هشيشه لذيذه بمذاق الحامض. اكيد اللي داقها عندكم غادي يسولكم على المقادير. كتجي حسن حتى من هذيك اللي كتباع في الباتيسري، مكونات اقتصاديه، والاهم انها كتخرج لنا كميه اللي هي وفيره. 90 حبه بحجم كبير، وإلا خدمتوها بحجم صغير غتخرج لكم اكثر من 90 حبه. فتابعوا الفيديو للنهايه. فما تنساونيش من لي لايك وتعاليقكم الزوينه، والى عجبكم المحتوى ديال القناه تشتركوا بالضغط على زر الاشتراك وفعلوا جرس الانذار باش توصلوا دائما بجديد الفيديوهات ديالي. وغادي نبداو على بركه الله بالمقادير وطريقه التحضير. في اناء او في قصريه غادي نحتاجو للزبده من فئه 250 غرام، وللاشاره انا هنا استعملت الزبده ديال العلبه. غادي نضيف ليها كاس ديال العنبه من سكر سنيده وكيس من سكر فاني. غادي نضيفو قبيصه ديال الملحه باش كنعدلو الذوق. ثم غادي نخدمو هاد الزبده مزيان مع سكر سنيده. بشكيطو او حلوه البوق اللي كتجي هشيشه، كتجمع ما بين الهشه والقرمشه والمذاق. مشكيطو ديال الزمن الجميل. ثم غادي نضيفو باقي العناصر. عندي كاس ديال العنبه من زيت المائده، يعني انا كنضيفو ولا تنخدم داك الزبده. خصنا نحصلوا على واحد الخليط اللي كيكون كريمي. وإلا استعملتوا الزبده اللي كتكون نوعيه جيده غادي تنقصوا من الكميه ديال الزيت. غادي نضيف 2 بيضات، وكنخدموا هاد العناصر مزيان، يعني حتى كيمتزج لينا داك البيض مع العناصر الاولى. يعني هاد العمليه راها ضروريه ومهمه. غادي نسمو كذلك بقشره الحامض محكوك. وهنا غادي نضيف كاس الا ربع من دقيق المايزينا، يعني دقيق النشا. بشكيطو اللي كيجي بنين بزاف، داك المزيج ما بين فاني، يعني نسمنا بالفاني وكذلك بقشر الحامض، كيجي بنين بزاف، كيعطي واحد، كيخرج لنا واحد المذاق اللي هو هائل بزاف. كنتمنى ان شاء الله تجربوه وتكتبوا لي في التعليقات. ثم غادي نضيف 2 اكياس من خميره الحلويات، كل كيس كيوزن 8 غرام، عندنا في المجموع 16 غرام. كنخدم هاد العناصر مزيان. ثم غادي نبدا نضيف الدقيق. دائما كيف ما كنقولوا دقيق اللي يكون خاص بالحلويات نوعيه جيده. في هذه المرحله نبداو نضيفوا الدقيق غير شويه بشويه. خاصنا نحصلوا على واحد العجين كيف ما غادي تشاهدوا معايا القوام ديالو.
وكيكون هذا هو القوام ديال العجين ديالنا. عجين ما كيكونش قاصح، راه تيكون خفيف، يعني هكا باش كيخرج لينا حتى من البوق. صافي هنا كناخذ لاطا اللي فرشتها بالورق ديال الطهي، وبهذا البوق هذا يعني كنبدا نخرج كيف ما كتشاهدوا معايا بشكيطو. يعني العمليه اللي هي سهله ومبسطه، يعني هاد بشكيتو اللي كيجي رائع شكلا ومذاقا. يعني المذاق ما نقول لكمش عليه، وكذلك كيجمع كيف ما قلت لكم ما بين الهشه والقرماشه. راه اللي ذاقوا عندكم غادي يسولكم على المقادير. كيجي بحال داك بشكيتو بحال اللي كتشوفوا ديال الباتيسري، وكيجيك تحسن. وحنا في هاد الاثناء راه حنا تنكونوا مسخنين الفرن ديالنا. يعني كنخليو الفرن ديالنا حتى كيسخن مزيان باش عاد كندخلو لاطا الفرن. صافي هنا تنكونوا مدخلين لاطا الفرن، النار كتكون عليه من الاسفل ومن الاعلى. كنطيبوها ما بين 170 حتى 180 درجه، النار كتكون عليها من الاسفل ومن الاعلى هكا باش كطيب لينا من الداخل ومن على برا. وكنخليوها حتى كتاخذ لينا هاد اللوين هكا ذهبي، وكنخرجوها، وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديالها. وبالنسبه للكميه ديال الدقيق كتختلف على حسب الحجم ديال البيض والنوعيه ديال الدقيق اللي استعملته. بالنسبه لي انا خدت معايا 6 الكؤوس ونصف بالقياس بالكاس ديال العنبه، وانتوما ممكن تاخذ لكم قل او اكثر. ثم كنمر باش كنزينها، يعني ملي كتدفى كنزينوها. هنا كنزينوها بالشكلاط من الجوانب بشكيطو ديال الزمن الجميل اللي فعلا كيستحق التجربه. وبالنسبه عندك القشره ديال الحامض كنصحكم تستعملوا القشره اللي كتكون خضراء، تيقوني كتعطيها واحد المذاق اللي هو هائل بزاف. كنتمنى الوصفه تنال اعجابكم وتجربوها لانها فعلا كتستحق التجربه، وكنقدمها لكم بالصحه والراحه. وإلا عجبكم المحتوى ديال القناه اشتركوا بالضغط على زر الاشتراك وفعلوا جرس الانذار باش توصلوا دائما بجديد الفيديوهات ديالي. وفما تنساونيش من لايكاتكم وتعليقاتكم الزوينه. غادي نقسم معكم واحد الوحيده باش تشوفوها كيف جات، كتجي هشيشه ومقرمشه ولذيذه بزاف. وكنجدد اللقاء بكم مع فيديو قادم ان شاء الله. خليت لكم الراحه.